بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة في الهند وهي تحت الاحتلال الإنجليزي، وبتكون مرات الحاكم أسكت قاعدة وفي بنت جميلة اسمها مالي بترسم لها حنة، وكمان مالي كانت بتغني وصوتها حلو قوي. ومرات الحاكم أعجبت بمالي وقالت لجوزها إنها عايزة تاخد مالي معاها، فأمر إدوار الحارس بتاعه يدي لأمها تمن بنتها. بعد كده خدوا مالي ومشيوا، وامها اتصدمت وجريت بسرعة عشان ترجع بنتها بس من غير فايدة، وترجت مرات الحاكم انها ترجع لها بنتها لكن اتجاهلتها، وجي واحد من الجنود كان هيقتلها بس الحاكم وقفه وقال له ان الرصاصة دي اغلى من انك تقتل واحدة زي دي، واخد جذع شجرة وضربها بوحشية، واخدوا مالي ومشيوا. وهنا بتكون في مظاهرات في دلهي وبيحاولوا انهم يقتحموا اسم الشرطة عشان يحرروا القائد بتاعهم، وكان عددهم كبير جدا وكل الحراس كانوا خايفين من المتظاهرين الا واحد بس، وهاتوا اللي عمل كده كلهم كانوا مرعوبين من المتظاهرين، بس هو قرر انه ينفذ الاوامر وطار من فوق السور ودخل على المتظاهرين ونزل فيهم ضرب، بس كان عددهم كبير وضربوه على راسه بحجر، بس برضه مكمل ومهموش اي حاجة لغاية ما وصلوا وخدوا اسم الشرطة، ورئيس اسم الشرطة كان معجب بيه جدا. وهنا ده وزير هندي راح عشان يقابل الحاكم اسكت لكن ما لقاهوش، وقابل ادوار الحارس بتاعه وقال له ان في عندكم طفلة اسمها مالي، انا بقترح انكم ترجعوها لاهلها عشان في شخص مستعد انه يضحي بنفسه مقابل انه يرجعها. وبنشوف الشخص ده واسمه ابتار، وبيكون في الغابة وبيصطاد الحيوانات وبيجري ورا نمر وبيحاول يمسكه وفعلا بيوقعه في الشبكة. وهنا في اجتماع ومدير الحاكم اسكت بيقول لهم ان في شخص بيهدد حياة الحاكم واحنا ما نعرفش معلومات عنه، ومرات الحاكم بتقول لهم اللي هيمسك الراجل ده هيترقى لرتبة ضابط خاص. ورام طلع من وسط الكل وقال لها عايزاه عايش ولا ميت، وهنا قائد بيقول لها انا متأكد انه هيقدر ينفذ المهمة بسهولة، فقالت له عايش، ورام قال لها علم وينفذ. وهنا ابتار راح يراقب القصر اللي مالي فيه وشاف واحد من الانجليز بيضرب واحد هندي، وفي واحدة من الانجليز اتدخلت وقالت للحارس يوقف ضرب. ولما ابتار شاف كده قال احنا عايزين نتكلم مع البنت دي وانها ممكن تساعدنا اننا ندخل القصر. وفي نفس الوقت رام كان قاعد مع الثوار على اساس انه واحد منهم وقال لهم انهم ممكن يقتلوا الحاكم اسكت، وفي واحد من مساعدين ابتار راح له وقال له ممكن نساعدك انك تقتل اسكت، واخدوه عشان يروحوا يقابلوا ابتار. وهم في الطريق قابلوا عساكر شرطة، ولما عرف ان رام ضابط شرطة جري بسرعة، وطبعا عرف لما العسكري ضرب له تعظيم سلام، وجانكو جري بسرعة واختفى في وسط الناس. ولما وصل جانكو عند ابتار قال له ان في ضابط بيجري وراه، وابتار قال لهم لازم يختفي وما تظهروش تاني. وكان في قطر محمل مواد مشتعلة بدأ يسرب المواد دي وفجأة انفجر ووقع في البحر جنب طفل، ورام شاف الطفل ده وهو بيستنجد، وكمان ابتار شافه وحاولوا انهم الاتنين يساعدوا الطفل ده، ورام شاور له واتفقوا على خطة وفعلا انقذوا الطفل وبقوا اصحابه المقربين جدا. ولما عدوا قدام قصر الحاكم لاحظ رام ان ابتار معجب بجيني البنت الانجليزية وقال له انا هساعدك، واخد شوية مسامير ورماهم قدام عربيتها وساعدها ووصلها، وعرف انها واخدة حاجات لمالي فصنع لها اسورة وقال لها اديها لها، وطبعا علشان لما تشوفها تطمن. وجيني قبل ما تمشي ادت الدعوة لابتار وقالت له عايز اشوفك. وهنا ابتار بيقول لرام ان جيني عزمته على حفلة وما كانش عايز يروح، بس رام قال له لازم تروح. وبيروحوا الحفلة هما الاتنين، واول ما شافته جيني راحت عنده اخدته عشان ترقص معاه ورقصوا. واحد انجليزي اول ما شافه اتضايق منه ووقعه على الارض وقعد يتنمر عليه عشان ما بيعرفش يرقص، وطبعا قام ابتار وبدأ يرقص ورام رقص معاه وفضلوا يرقصوا لغاية لما ابتار رجله وجعته، وشافتهم جيني وحبت توصل ابتار ومشيوا. وهنا رام افتكر جانكو لما حط ايده عليه كان عليه دهان، فقرر انه يدور عليه في الاماكن اللي فيها، وفعلا شافه وحاول انه يهرب لكن رام مسكه وعذبه، وكان في تعبان قرب منه وكان هيعضه، وفي اللحظة الاخيرة جانكو مسكه قبل ما يعضه. ولما رام دخل عليه كمل فيه ضرب، وقبل ما يكمل راح جانكو رمى عليه التعبان وقرصه، وكده المفروض قدامه اقل من ساعة ويموت، ومشي علشان يشوف اي حد يساعده. ابتار شافه وساعده وكان خايف عليه جدا وخلع العقد المقدس بتاعه عشان يلبسه على امل انه ينقذه. ولما طمن عليه وقال له انا هسيبك دلوقتي عشان في خطة ومهمة لازم انفذها، وحكاله على كل حاجة وقال له انا خبيت عليك عشان كنت خايف عليك، وسابه ومشي. وبيروح هو ورجالته ويقتحموا قصر اسكت بعربية مليانة حيوانات مفترسة علشان يساعدوه في المعركة، وفعلا انتشروا في المكان وقلبوها فوضى. وفي نمر هجم على ابتار لكن ابتار خلص عليه وكان هياخد مالي، بس في واحد ظابط اخدها وحبسها ولسه هيوصل لمالي، بس فجأة ظهر رام وهو لابس الزي الرسمي وقال له استسلم. وابتار اتصدم لانه ما كانش يعرف انه ظابط، ورام ضربه بس ابتار كان رافض انه يضربه، ورام كان بيضربه جامد لحد ما مسكه ضربه وراح عشان ينقذ مالي. وبرضه رام مش سايبه لانه جاله فرصة انه يقتل ابتار لكن ما قتلهوش، وابتار راح عشان ينقذ مالي ومسكه من الحبل المقدس وربطه وقال له يستسلم لو عايز مالي تفضل عايشة. والحاكم
الحاكم وجه سلاح ناحية مالي، وتاني يوم رام خد رتبة ضابط خاص وبقى معاه الصلاحية يدخل مخزن السلاح، وكمان سلموه سلاح. وأول ما مسكه افتكر الماضي لما أبوه كان بيدرب قرية كاملة على استخدام السلاح عشان يشكلوا ثورة قوية، وفي مجموعة منهم راحوا لأبوه قالوا له احنا اتدربنا بس بأسلحة خشب كتيرة وعايزين أسلحة حقيقية. فقال لهم انتوا تعرفوا قيمة الرصاصة دي تمنها 15 روبيا، ولكن في حاكم انجليزي شرح قيمتها قبل كده لما حكم على زعيم قرية بالاعدام لانه خالف اوامره العسكرية، والعسكري كان هيقتل زعيم القرية دي برصاصة، لكن الحاكم رفض ان زعيم القرية يتقتل برصاصة وقال نفس الكلام، وقال له اقتله باي حاجة الا الرصاصة لانه ما يسواش تمن الرصاصة اللي هيموت بيها، وقتله بمطرقة. وعشان كده انا قررت اتخلى عن خدمتي وخدت سلاح وهربت من المكان عشان نأسس ثورة مع بعض، ولما اكون متأكد انكم مستعدين ان اي طلقة هتطلع من سلاحكم هتكون في جسم واحد من الانجليزي هتاخدوا الاسلحة بتاعتكم. وتاني يوم ابو رام عرف انه سرق سلاحه بالليل وراح يتدرب على اطلاق النار وكان هيضربه، لكن سيتا حبيبة رام اتدخلت وقالت له انا اللي اديته السلاح وتعالى شوف هو عمل ايه. ولما ابوه شاف التصويب بتاعه كان حلو جدا واتصدم اكتر لما عرف انه صوب من على بعد اكتر من اللي كانوا بيتدربوا عليه، ففرح بابنه واخده عند اهل القرية، لكن فجأة حصل عليهم منهم على قد ما يقدر عشان اهل القرية يقدروا يهربوا، وفي كتير منهم مات لكن الباقي هرب. وابو رام لسه شغال قتل في الانجليز لحد ما سلاحه فضي، ورام رجع لابوه بمخزن الطلقات عشان يساعده وقتل ناس كتير لحد ما اخد اصابة في ايده، وقال لرام خد السلاح واقتل بيه اي حد تشوفه. وفعلا رام كان افضل من ابوه في التصويب، وام رام حاولت تهرب لكن الانجليز قتلوها، ورام بيبص على امه لكن ابوه بيقول له عمر السلاح، ورام كان بيعيط على اطلع كانت بتصيب واحد لحد ما كانش فيه طلقة واحدة، وابوه قال له اوعدني انك تسلح كل اهل القرية. وفعلا رام وعده بكده، وبنرجع لرام وهو كبير بعد ما تعين ضابط خاص وبعت جواب لسيتا حبيبته قال لها كل حاجة ماشية تبع الخطة، وقريب انه هيكون الضابط اللي هينقل شحنة الاسلحة اللي جاية وهجيبها لاهل القرية زي ما وعدت ابويا، لكن انا علشان اوصل لك كده انا خنت صديق ليا. وتاني يوم الحاكم امر رام انه يجلد ابطار على العلن، والكلام ده هيكون قدام الهند كلها لحد ما ينحني على ركبته. وفعلا رام نفذ الامر وبدأ يجلد فيه بكل قوته، ورام كان حزين وهو بيجلده والهنود كلهم بيتفرجوا بحزن، ومرات الحاكم ما عجبهاش الاداء لانها ما شافتش دم نزل منه ولا حتى نزل على ركبته، ورمت لرام كرباج مليان مسامير وقالت له استخدم ده. وجيني اول ما شافت كده اتصدمت وخافت، ورام حاول يقنع ابطار انه يعترف عشان ما يموتش لكن رفض ينطق وعذبوه اكتر، وبعد كل ده رفض انه ينزل على ركبته. والهنود اتضايقوا جدا من اللي بيحصل واللي شايفينه فقرروا انهم يتدخلوا، ورام اخد ابطار في عربية الشرطة عشان يرجعوه للحبس تاني. وبالليل راح للمكان اللي ابطار اتعذب فيه علشان يبص على دمه، وكان متضايق جدا، وعمه جاله برسالة وقال له ان الدور جاي عليك عشان تأمن شحنة السلاح اللي جاية. ففرح لانه اخيرا هيقدر يوصل لخطته وانه يقدر يسرق شحنة السلاح الانجليزي ويديها لاهل قريته وينفذ وعده لابوه، لكن افتكر ان ابطار هيتعدم بعد يومين فقرر انه يضحي بوعده لابوه عشان ينقذ صاحبه. وتاني يوم راح للحاكم وقال له احنا لازم نعدم ابطار قدام الطفلة اللي كان عايز ينقذها، والحاكم اعجب بالفكرة لانه عايز يعذب ابطار وطلب منه انه هو اللي ينفذ حكم الاعدام، والحاكم وافق لانهم هيعدموه سر عشان الناس ما تعملش ثورة عليهم. وتاني يوم راح عشان ينفذ حكم الاعدام، ورام طلع كان مخطط لكل حاجة عشان يهرب ابطار، ووقع شجرة على عربية الحاكم عشان يقطع الطريق، لكن عربية الحاكم اتدمرت، ومسك السلاح وضرب العربية اللي فيها رام ومعاه البنت اللي عايز ينقذها، ورام وقع واتصاب في شجرة. ولما ابطار شاف مالي بتهرب فك ايده وتحول على العساكر وكان بيضربهم، ورام قدر يتحرك برغم الإصابة اللي في ظهره وراح بسرعة لمالي عشان ينقذها من العساكر، وكان بيقتل أي حد بيجري وراها، وكان في حد هيضربه لكن رام رفع السلاح عليه، وابطار شافه وافتكر انه عايز يقتل مالي فضربه وكان هيقتله لكن سابه عايش واخد مالي وهرب، وقبضوا على رام. وبعد شهر الحاكم راح يزور رام فشافه بيلعب تمارين في السجن، فامر العساكر يضربوه ويرموه في زنزانة تحت الارض. وهنا ابطار كان مستخبي عند ناس والعساكر هجمت على المكان لانهم بيدوروا عليه وكانوا خلاص هيمسكوه، لكن في واحدة خوفت العساكر وقالت لهم ان اخويا مصاب بجدري ومحتاجة مساعدتكم، فطبعا العساكر خافوا على نفسهم وضربوها عشان تبعد عنهم وخرجوا. وابطار قال لي سيتا حكت لهم على اللي عمله رام مع ابوه وهو طفل، لان لما سلاحهم خلص ابوه قال له لازم نضحي عشان نرجع بلدنا، وابوه طلع قدام الانجليز وكان لابس حزام ناسف وامر ابنه يضرب عليه نار عشان يتفجر فيهم، وفعلا رام قتل ابوه. وبعد كده سيتا قالت له على رسالة رام لما قال لها انه حزين لانه خان اعز اصدقائه عشان ينفذ وعد ابوه،
وقامت ثورة وإبطار عرف إنه هيعدموه بعد يومين. وإبطار أنا صاحبه اللي هو كان بكلمه عنه وأنا لازم أرجعه تاني، وراح وهو متضايق جدا وطلب من جيني تساعده واديته مخطط للقصر، وفضل يدور على رام في السجون اللي تحت الأرض لغاية ما وصله وفتح باب السجن بإيده وطلع رام. ورام ما قدرش يقف على رجله فشاله وفضلوا يضربوا فيهم كلهم، وخلصوا على كتيبة بحالها وخلصوا على جيوش الإنجليز لوحدهم في معركة حماسية. وإبطار كان قوي جدا وكان بيضرب بالموتوسيكل وراح خلص على سكرتير الحاكم، وبكده ما بقاش فيه غير الحاكم. وراحوا علشان يضربوه وفضل يضرب عليهم مدافع، بس هم كانوا أقوى وأذكى من كده وضربوا موتوسيكل مولع في مخزن الأسلحة الإنجليزي اللي تحت رجل الحاكم، والمخزن كامل اتدمر والحاكم وقع في الأرض وبينزف من كل حتة. لكن اكتشف إن مراته ماتت من قوة الانفجار. وإبطار أخد أسلحة كتير ورماهم قدام رام وقال له خد حقق حلمك. بعد كده ضربوا الحاكم بالسهم وقال له ايه هي قيمة الرصاصة وسعرها كام، وزرعوها في قلبه. واخدوا عربية الأسلحة وراحوا لقرية رام. وجيني هربت مع إبطار لأنها حبيبته، وإبطار أخد مالي ورجعها لأمها. وأهل القرية فرحوا جدا لما شافوها. وبكده يكون انتهى فيلمنا، واشوفكم في فيلم جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.